حي الله ياسر. هلا فيك يا جميل. أنا ذا كلام تقول هلا ياسر، أنا ما قلت هلا خالد. يلا مو مشكلة. يلا على كل حال ما زال الحديث بقية. يا سلام. وإحنا تكلمنا عن الهشاشة النفسية. بصراحة في الأخير لما تكلمنا على موضوع تجار الهشاشة خلاني الموضوع أفكر نوعا ما في جت على بالي قصة لدكتور كنوك، وهي من الأدب الفرنسي وأظنها مسرحية كذلك. كانت تحكي عن طبيب هاجر إلى بلدة صغيرة وكان يوهم الناس الموجودين وإن كانوا أصحاء بالمرض. سلام. ويقتات على إقناع الناس بالمرض ويعالجهم، وكان يكسب من وراهم، يعني هو في الأخير نصاب. يا لطيف. يا سلام. فأعتقد أن أصحابنا تجار الهشاشة يمارسون نفس الموضوع. الأمر الثاني جاء على بالي سؤال: هل إحنا كذلك ممكن في مشكلة أخرى غير موضوع الهشاشة النفسية اللي تكلمنا عنها، وهو موضوع الهشاشة المجتمعية؟ وهذا نتركه في سؤال مفتوح. جميل. ما هو ضروري أن نناقش الآن، لكن أبغى أفتح نافذة مع موضوع الهشاشة النفسية ودكتور كنوك. يا سلام. لو فتحنا النافذة هذه وطلينا طلة كبيرة بشكل أوسع في حياتنا اليوم والوضع الاستهلاكي العام. جميل. ومسألة احتياجات الناس ورغباتهم المتزايدة يوميا بشكل كبير، اللي توهمهم فعلا بأن والله هو محتاج هذا الأمر، فتتولد عندها الرغبة حتى يشبع هذا الاحتياج، وبعد ذلك يدخل في دوامة العادة والطلب المتزايد الاستهلاكي، ويدخل على موضوع ثاني وثالث وإلى آخره، ولا يشبع كل هذه الرغبات. وأشبه ما يكون الموضوع بالعبودية، وكأنه كل يوم يقيد نفسه بقيد جديد ثم قيد ثاني وهكذا، فيدخل في إطار العبودية هذه. إحنا اليوم لو ركزنا حتى في أبسط تفاصيل حياتنا، جميل، نجد أن إحنا والله فعلا، أنا هذا تصوري، أن محكومين بهذه القيود المصطنعة. جميل. اللي ولدها الوضع الاستهلاكي العام. يا سلام. بنظرك أنت كيف ممكن نربط الموضوع هذا كذلك موضوع النفس واحتياجاتها والهشاشة النفسية، بس نركز على موضوع عبودية الرغبة؟ شوف، أنت ما شاء الله تبارك الله، يعني ما أعطيتني مقدمة. أنت يعني خلاص أنت وجهتني، أوكي، بس أنا راح أهرب من التوجه اللي أنت راح تحدني فيه في زاوية، علشان كالعادة لازم أكون مخالف لك عشان أستمتع. ولا تحتاج كوب قهوة؟ لا 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 لا، اليوم أنا مبسوط علي أنا بابونج عفوا. ممتاز. تمام يا صديقي. وجهة نظري، أنت ربطت، قلت في الاحتياج، أنت قلت في الاحتياج وتتولد الرغبات. المضحك في الأمر يعني، وتكلمنا في عصرنا الحالي، أوكي، في عصرنا الحالي، لأن زمان كانت الرغبات قليلة جدا. هو السؤال ليش المرض هذا ما كان موجود زمان؟ يعني تتكلم في عصور قديمة، ليش المرض هذا وجد الآن؟ أحد أمرين: المرض اللي يوجد في عصر معين مش موجود في عصور سابقة. تمام، هذا الأمر يا طويل العمر، خليني أقول لك أقرب ما يكون أنك تقول مستحدث فيه فاعل. تمام، فالمسألة اللي أنا أبغى أوصلها لك أن الأمر اللي احنا قاعدين نعيش اللي هو عبودية الرغبة مش من احتياجات. لو قلنا احتياجات، احنا نتكلم عن أنفسنا كبشر. البشر احتياجاتهم معروفة، يعني في هرم ماسلو تقريبا احتياجات المعروفة يا طول العمر، عشان ما استفيد فيها. هذه احتياجات بشرية على جميع العصور، لو تيجي تجيبها على جميع العصور موجودة، جميع عصور الجنس البشري. ولكن لا، في احتياج اللي احنا اخترعناه الآن في هذا العصر. وليش؟ هذا يرجع طال عمرك لموضوع طال عمرك العالم العولمي والعالم الرأسمالي. وماذا اخترع لنا احتياج وهمي علشان والله يخلق لنا طال عمرك علاقة عبودية جديدة، انه يمسك هذا العالم كمستهلكين. بتقول لي وين؟ بقول لك في امور كثيرة وما ابغى استفيض فيها، ولكن انا بقول لك هذه وجهة نظري انه مرض مستحدث، عبودية الرغبة. ولا الرغبة يا عزيزي ما لها اي علاقة في الاحتياج امر والرغبة امر اخر. حتى في مصطلح ما خانني الظن، في مصطلح في اللغة العربية، الأرض الرغاب، أرض الرغاب، يكون الرغاب
هذه يقول لك اللي تشرب الماء تمام وتحبسه، تشرب الماء وتحبسه، ما ترتوي بالماء أو ما يطفو عليها الماء، يعني تفيض بالماء إلا إذا جاها سيل يعني سيل قوي أو مطر غزير. طيب معناه أنه المطر الغزير هذا اللي جاء، اللي يقول لك ما يملي عين ابن آدم إلا التراب، جاء وملاها ملء. فإيش المشكلة اللي صار عندنا الآن؟ هذه الرغبة اللي صارت أقرب ما تكون نار نلتهم، وأشعر أني باقي زي ما تقول أني عندي الرغبة هذه، معناه أنه هو شيء مستحدث وراه فاعل. أنا هذه وجهة نظري. طيب من الفاعل؟ لو فكرنا في الموضوع أكثر، يعني أنا بس عشان أتكلم عن موضوع الاحتياج والرغبة، هو كلامك صحيح، عشان كذا أنا قلت هي احتياجات متوهمة مصطنعة، صحيح، غير حقيقية. ولكن صحيح. مثل ما كان يسوي مثلا، أنا قلت لك في البداية دكتور كنوك، إنه يقتات على إقناع الناس بأنهم مرضى، أنت جميل، بينما هم أصحاء، أنت جميل. فهو هذا كذلك، أنت جميل. الوضع الاستهلاكي العام يقتات على إقناعك بأن هذه حاجات، وأنت محتاج أنك تشبع هذه الاحتياجات أو الرغبات أو إلى آخره، وهي غير حقيقية. وهناك عرض مستمر ومتزايد وفق كذلك حتى يعني صور متعددة أنت تتعرض لها بشكل يومي، وقصص كثيرة أنت تستمع لها، وأنت المستهلك مهما حاولت ولكنك لن تستطيع أنك تنفك من هذه العبودية وتنعتق منها جميل إلا بإرادة. وأيضا دكتور كنوك، بما أنك راح تسأل عنه، أيوة، هو كان يستغل جميل جهل الناس، بينما لو كانوا فعلا أيوة يمتازون بالقوة والمعرفة، طيب كان من الصعب جدا عليه أن السؤال هل دكتور كنوك يا طول العمر أجبرهم؟ لا، لم يكن هناك إجبار، ولكن هناك استغلاء. هو استغل إيش؟ هو استغل يا طول العمر مدى نفسك أنت، نفس اللي موجودين أنهم يقولون إحنا محتاجين هذا الشيء، هو مش محتاجه. يعني لو واحد فيهم جاء ووضع نفسه في مقياس أني هل أحتاج أو ما أحتاج هذا الشيء، أنا أحتاجه ولا ما أحتاجه، هنا الرغبة تجي في وضع الميزان. هنا أنت ما تصبح أنت فعلا إنسان عاقل حر برغباتك، مو هو والله تقول لا أنا احتياجي هذا الشيء. يعني ترى حتى من ضمن بعض أهل الدارسين، يعني بعضهم في الحديث واللي ما روى طال عمرك في الإسناد، إن بعض الأحاديث، حتى الأحاديث المكذوبة والأحاديث الموضوعة، تمام، جاءت من وين؟ جاءت لو تجي تتقصاها في المرحلة اللي هي كذا انتشر حديث فجأة، ويجون أهل الحديث جزاهم الله خير يتقصون وراه يلقونه حديث موضوع أو مكذوب على الرسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب تلقاه جاء من حاجة، جاء واحد كذب هذا الكذبة من حاجة هو يبغى ينشرها، أما سلعة بيبيعها، أما معتقد بيروج له، أما كذا وكذا، فيجيب ويستدل بشيء ويقول كذا وكذا. المشكلة وين اللي تأتي؟ المشكلة أن اللي يجي يتلقف هذا الشيء ما يبحث، مو هو أنه ما عنده معرفة، لا ما عنده عناء البحث، يعني ما يتساءل، ما يسأل نفسه هل هذا الشيء فعلا حقيقة، هل هذا فعلا الشيء أنا أحتاجه، هل ما أحتاجه. إحنا نحتاج أن نسأل أنفسنا عن الرغبة، نحتاج أن نسأل أنفسنا، نقف يعني شوية نهدي. لما أجي بشتري سيارة مثلا أوكي، هو كلما اشتهيت اشتريت، أيوة، هذه لما قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلا أنا أجي وأنا شايف العالم سيارات طيب أوكي، اهدى شوية، خذ نفس يا شاطر يا بطل، أنت تحتاج نعم أو لا، وحتى نعم أو لا لازم تحتها بنود. أنا ليش، كيف دوامي، كيف أروح، كيف أجي، هل أنا راعي سفر، هل أنا عائلتي، هل أنا هي لازم الإنسان يضع نفسه في تحت ميزان المحاسبة. هذا اللي خلى يطلع لنا مصطلح عبودية الرغبة، إنه حصل يا طول العمر العالم العولمي الآن، حلو، أو أقول لك الثقافة الرأسمالية اللي حاصلة الآن، تبحث طال عمرك عن كينونات اللي أنت قلتها أول، تستغلها، ما تجبرها، ولكن إيش، تستغلها. على سبيل المثال طلعت لنا موضة القهوة يا رجل، أشكال وطرق متعددة يا رجل، وإيحاءات النكهات الخاصة، أيوة النكهات، وأن هذه زرعت في مدري وين ومدري وش جاء. لو نرجع وراء كم سنة
ما كان الموضوع ذا ما كان موجود. فجأة يقول لك هذه ثقافة ترف يقول لك ترف. لا، هو مش ترف، هو استغلال. هو جاك وقال لك انه والله هذه مش زيادة، ان هذه من ضمن البرستيج او من ضمن اليوم حقك. والله انا ما اصحصح الا اشرب فنجان قهوتي، او ما كيف كنت عايش الايام اللي فاتت، او انا لا خلاص القهوة لازم اشرب قهوة كولومبية او اشرب قهوة. من متى والله العلي العظيم ما كانوا يعرفون ان القهوة الا طريقة حمسها، خفيف وسط غامق، بس هذا اللي يعرفونه. الآن صار يقول لك يجيك وحاط لك كذا، قال لك هذا قهوة كولومبية. أتحدى إذا كان يقدر يفرق هذه كولومبية، هذه أثيوبية، هذه بس إنه قال له كولومبية، قال له خلاص يلا أعطيني يلا V16 كولومبي. هذه لأن في رغبة عنده، بس عشان إيش؟ والله أنا مسكت الكوب في يوم تلقى ما يشرب القهوة، ما يشربها يا رجل. أنا يوم من الأيام في أحد المقاهي طول عمر، خليني أسميه، إحنا لا نسوي دعاية هنا يعني، في دانكن شباب صغار مدرسة جنبنا يطلعون والله يجون يمسكون الأكواب بس عشان يصوروا. ليش جاي؟ هذه بس رغبة عشان يقول للناس إن أنا والله ما أخذ شيء براند، أنا موجود في الكافي الفلاني، أنا موجود. لكن هل هو أجبرك؟ ما أجبرك، ولكن هو ذكي إنه يطلع لك إعلانات، يسوي لك مشهد سينمائي. يعني مثلا زي القصة صارت في جيم اوف ثرونز، يا طول العمر في الكواليس ويقول لك الكوب اللي طلع كوب ستاربكس. أتحدى يعني في عمل إنتاج مثل جيم اوف ثرونز أنها يعني تعدي بالطريقة هذه يا رجل. كل المؤثرات هذه وما قدروا يخفون الكوب حق ستاربكس شوية يعني مطلعين لك تنانين وجيوش، ما قدر يخفي الكوب في المونيتير. يقدر، ولكن الموضوع علشان انه والله يصير فيه زيادة اسهم ويصير فيه ما الى ذلك قصة مثلا قصة كريستيانو رونالدو مع علبة الكوكاكولا. قال لك وخسرت شركة كوكاكولا ومدري وش. لا خسرت ولا حزن، بالعكس إلا سوى هيلمة إعلامية عليها دعاية وطلعوا يقول لك شبيحة كوكاكولا ضد شبيحة بيبسي، وقاموا يعندون كريستيانو وراحوا اشتروا. هذه كلها يا أخي عالم تستغل رغباتنا أن نحتاج إلى انتماء، ورغباتنا أن والله نحتاج إن والله إن إحنا عندنا شخصية وكينونة معينة في أكلنا في شربنا في. يجونك بعض المدافعين الله يكرمك حتى عن الجزم في بعض الشركات، هذه يقول لك أديداس، هذه يقول لك نايك، هذه وانت لو تجي تتبع المصدر والله بس العلامة اللي عليها بس، والله علامة، وهم كلهم نفس الصناعة. بس احنا دايم نبحث في كذا، نحتاج شيء يعني صنم. فجاء العالم العولمي يبحث عن رغباتنا هذه هي الأصنام، أوكي، ويحطها يزينها كذا ويشخصها ويضبطها لنا ويقول لك هيا تعال بطل وانا اجي في رغبتي، وتبدا لعبه الاستغلال. اكيد. ما هو احنا الان قلنا موضوع الاستغلال هذا يعني احنا متفقين عليه جدا. وانت كذلك ذكرت ان لابد يكون في فاعل، احنا كذلك متفقين عليه. ولكن الانقلاب في علاقتنا احنا مع الاشياء الماديه صارت فعلا علاقه عبد وسيد. يا سلام. فالمستهلك هو العبد في الاخير. يا سلام. ولكنها عبد رغباته هو. يا الله عليك. يعني حتى لو اتفقنا على وجود الفاعل اللي يضعك في هذه الدائرة الاستهلاكية، ولكن تبقى أنت العبد. يا سلام. وعبد من؟ عبد رغباتك. يا سلام. فكيف أنه ممكن يتفاعل في علاقته مع الأشياء اللي قلنا منقلبة، صارت هناك علاقة عبد وسيد. احنا ذكرنا موضوع مثلا كوب القهوة، الله، والأمثلة متعددة حتى في حياتك اليومية وأبسط الأشياء. جميل. وذكرت أنت حزب الكوكاكولا والبيبسي، في حزب القهوة وحزب الشاي يعني. حزب الشاي كذلك. نعم. وركز على كلمة يعني حزب خطابيا. نعم. احنا اخترنا موضوع الحزب لأنه فعلا هو يشعر برغبته في الانتماء إلى كيان، ويكون في عنده هذا الشيء اللي هو يدافع عنه وينافع عن قناعاته الخاصة، وأنه والله هذا أفضل. صح. ويبدأ يسرد لك الموضوع بطريقة كذلك علميا، ويجيب لك دراسات صح حتى نثبت وجهة نظره يعني. بينما هو في الأخير يعني عبد رغباته يعني. يا سلام. وفي النهاية هو راح يدفع لهذا الشيء يطول عمره. بالمحصلة النهائية من المستفيد؟ راح تلقى الشركة الفلانية أو المقهى الفلاني أو الجهة الفلانية هي المستفيدة.
أنت مجرد مستهلك. فأرجع أنا وأقول لك لازم علشان نكسر حاجز الرغبة نتساءل هل أحتاج أو لا أحتاج. وبعض الأحيان حتى الرغبة تكون قاتلة، الرغبة يعني على سبيل المثال كان فيه فيلم سام أول فيرس تقريبا، كان مورغان فريمان والله يسعفني اسمه الولد ذا، نسيت اسمه يا أخي، مخرج وحتى له أخوه ثاني ممثل. بن أفلك. أي بن أفلك والفيلم حقه، الفيلم ذا كان جبار ترى. فكان الفيلم تحكي قصة، كان هناك من يحاول طبعا راح ناخذ فاصل شوي. كان هناك من يحاول أنه يسوي فتنة ما بين الولايات المتحدة وروسيا في القنبلة وما القنبلة ما إلى ذلك. الفيلم يحكي زي كذا. كان من ضمن الشخصيات الروسية الشخص المعارض، وانت ممكن شفت الفيلم. إيه كان عنده عادة إيش؟ تدخين بشكل شرعي، يعني السيجارة كذا، بس صارت عنده عادة رغبة بس كذا يولع السيجارة. فكان من ضمن يعني طريقة نهايته وطريقة يعني حتى موته كانت عن طريق، ممكن بعضهم يقول عن طريق السيجارة، لا، كان شركوا له القنبلة في سيارته على الزر حق السيارة، حق ولاعة السيارة، لأنهم عارفين إنه ما راح يقاوم رغبته. طول ما هو ماشي بالسيارة أكيد راح يضغط الزر، خلاص أصبح عبد لهذا الرغبة. يا سلام عليك. فهي صرت مكشوف. يعني بعض أشخاص رغبتهم مكشوفة، يعني أنا خلاص ما أقدر أعيش إلا أسوي هذا الأمر. فأنت هنا كشفت أحد نقاط ضعفك ترى، يعني هذه نقطة ضعف لك مكشوفة. لا أنا ما ألبس إلا الشيء فلاني. طيب أوكي، أنا لو أبغى أحيدك أو أبغى أقعد يعني خليني أقول لك أحوس جوك، تمام، أقطع عنك هذا الشيء. أنا أصبحت ما في فرق بيني وبين المدمن المخدرات ترى. صحيح. إيه، فهنا الرغبة تكون قاتلة ترى بعض الأحيان. كأنه يعلقك بشراك جدا ويتحكم فيك جدا. والكارثة لو أنت كنت معلق بأكثر من شراك. الله. وبالتالي لو ما نجح الطريقة هذه فبينتقل للثانية، وهكذا سواء دخان أو قهوة وإلى آخره من هذه الأشياء العادية. طبعا إحنا ما نتكلم عنها هي بالتحديد، ولكن عن علاقتنا معها ونظرتنا لها. صحيح. يعني أنت كذلك قلت إنه نتساءل هل هي والله نحتاجها الآن ولا لا. نعم. الإشكالية، هو كلامك صحيح، بس الإشكالية إنه الخطاب العام الموجه لك استهلاكيا وهو يقنعك بأن والله هذه حاجة. اليوم أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة لك إنك تستهلك بالطريقة هذه وإنك تشتري هذا المنتج، حتى إنك والله صحيح تلبي هذه الرغبة أو هذا الاحتياج اللي هو أوهمك وأقنعك للأسف بأنه بالطريقة هذه. فحتى سؤال الاحتياج والرغبة في الوقت الحالي أصبح، أنا أشوف إنه في الوقت الحالي يعني صعب جدا. ما هي أنا عشان يكون هذا السؤال يعني متاح، هم يحرصون، الفاعل دائما يحرص، الشركات الاستهلاكية اللي تبغاك تستهلك تحرص دائما أنها تخليك في حالة توهان، أنت ما أنت عارف إيش تبغى في التحديد. يعني لو جينا يعني ذكرنا قبل شوي بيبسي وكوكاكولا والمشروبات الغازية، يعني على سبيل المثال البيبسي هو الكوكاكولا ترى، بس الملصق اللي متغير. ولو ترجع ممكن تكتشف بعد مدة وهي كلها مصدرها الشركتين واحد. يعني متأكد من المعلومة هذه؟ الشركتين كلها أمريكية. طيب أوكي، بس ما أيا كان هي عائد طال عمرك، هي عائد استهلاكها طول عمر، والدخل عائد على مكان واحد. لو تجي هم نفس المادة فتضحك على نفسك. انت يعطيك نكهة خاصة بالمشروب. أنت هذه النكهة أنت تتخيلها يا رجل. السفن الماكينة والسبرايت هم كلهم واحد. والله كلهم واحد. يقول لك صودا، هي الصودا، أنا عارف هي الصودا، بس أنت تقول هذا سفن، الله حالة الانتعاش ومدري إيش. يجيك واحد وينظر يقول لك لو تجي تقيسها وتبحث في الملي وتفحص تلقاهم كلهم مكون واحد. ولكن يجيك واحد يقول لك هو يتخيل له، يعني واحد من حزب الكوكاكولا يقول لك لا الكولا فيها طعم كذا، يعني
طعم لاذع ممكن. لا وهذاك يقول لك البيبسي فيه وكذا، هم كلهم واحد ترى، والله كلهم واحد. لكن انت يتخيل لك ترى رغبتك وهذا خلاص انت وضعت. لا حد يجيني يقول لي لا حد يجيني يقول هذه رغبتي انا، لا هذه رغبتي وانا حزبي. رجاء يعني لا تكلمني في هذا الموضوع، لا تقارني مرة. انت ذكرت نقطة جميلة، موضوع انت تخيلت. تخيلت. يعني انا مرة قرأت عند ما نعرف وين صراحة في تويتر، لكن كان يقول انه من مساوئ الوضع الاستهلاكي العام انه حتى في خيالاتك اقتحمها. فانت اصبحت تتخيل صحيح حياتك الخاصة وما تشتهيه من الأكل وإلى آخره وفق ما يريد هو، لا وفق ما تحتاج أنت، أو هي خيالاتك الحقيقية. لا، فحتى أنت في وضع خيالاتك أنت أصبحت يعني صحيح. في الأخير يعني إحنا وصفناها بالوصف العام اللي هي وصف العبودية. الله. وطرحنا موضوع سؤال الاحتياج. لكن لو تجاوزنا سؤال الاحتياج، هل ممكن إن والله فعلا نعتق من هذه العبودية ولا ينظر إلينا الآخر بأن إحنا والله متأخرين إذا ما واكبنا هذه الاحتياجات المصطنعة غير حقيقية؟ يا أخي هي أنا قلت لك وأعيد وأكرر إن إحنا اللي وضعنا المقاييس لأنفسنا، وضعنا المقياس هذا. أعطيك مثال آخر. المثال الآخر يعني اللي حاصل الآن، أو الموجة اللي حاصلة في حياة اللايف ستايل أو الحياة الصحية، الهيلثي ستايل، الحياة الصحية والأكل الأورجانيك وذاك اليوم في واحد أنا أتابعه يعني الله يذكره بالخير من شخصيات، قاعد في كأس العالم الأخير في قطر يسوي مقابلات مع الجماهير، يقول كم تكلفك الحياة الصحية يعني الهيلثي ستايل. يا أخي السؤال بحد ذاته غريب، ما أبغى أقول غريب. ليش غريب؟ ما يا أخي يقول لك كم تحتاج الحياة الصحية، يعني إن عشان أكون عايش حياة صحية، وهذا ستايل قاعد يتبعونه. عشان أرجع لهذا الموضوع وأشوف مقطع ذاك اليوم في تيك توك، واحد مسوي مقطع، والمصيبة اللي قاعدين يعززون فيه الكومنتات إيش يقول يا أخي إيش الحياة، إيش الأكل هذا. طبعا جاب أكلات شعبية، ذكر المعصوب وذكر إيش الأكل اللي معلش يعني والله كذا يقول الأكل الزفت. أنا آسف، يقول الأكل الزفت هذا ما أدري شو سعرات وما أدري إيش أنا استهجنت طريقة كلامه عن الأكل، هذا الأكل مو صحي وما أدري وين طيب يا حبيبي يا بطل، إيش الأكل الصحي؟ الأكل الصحي لازم أجي. رحت أنا للمطاعم، قلت بروح أشوف الأكل الصحي لهم. رحت لأحد المطاعم اللي هم حاطين شعار كذا إنه أكل صحي. دخلت، الرز اللي نسويه في البيت هو نفس الرز، الدجاج نفس الدجاج نفسه. إيش يسوي؟ حاطين ميزان وقاعد يحط له كذا يحسب لك الجرامات لكل 100 جرام غذائي. 100 جرام مدري كم كذا 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 كذا. ايوه كم هذه الوجبه؟ والله الوجبه هذه ب 45 ريال. طلعت قعدت اضحك، اخذتها قعدت اصورها. هذا هو كله موجود في البيت ترى، اوكي موجود في البيت وبامكانك انت تسويه، ولكن القصه في الميزان اللي عنده. الميزان يا سيدي اللي انت قاعد تسب الاكل هذاك، الاكل هذاك مو انه هو والله جانك فود على قولتهم يا طول العمر، لا، القصه فيك انت، المقدار اللي انت قاعد تستهلكه اساسا. انا بامكاني اكل كل يوم ايوه معصوب، يجيني يقول لا كربوهيدرات وما ادري ايش، لا انت تاكل الصحن كامل تسفه ولا تشارك في احد. في يجي واحد يمسح الصحن كامل ثم قال والله هذا اكل سيء، ليه؟ عشان وزني زاد. مو انت قاعد تاكل فوق حاجتك، انت قاعد تدغدغ رغبتك. انت عندك رغبه في الحلويات. ترى ايش الشوكولاته يعني ترى ما هي سم يعني، انت بس يعني كلك حبه، يعني حبه، كل حبه اللي طال عمرك يعني عن نفسك فقط. يجيك واحد يقول لك لا انا ما اكل سكر ابدا. يا سيدي الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياه باتزان، حتى جسمك في توازنات. ربنا ما اوجد طال عمرك المالح والحالي والمر ولا هذا علشان والله رغبة سيد جنابك انك والله تقصي شيء عن شيء. لا، هذه الامور مخلوقة في ميزان، لازم تتوازن.
تتوازن، لأن جسمك يحتاج. يجونك يطلع لك أهل نظام الكيتو وأن يهاجموني، وقال لك لا أنا أتبع، تيجي تلقى فيه خمول فظيع. أنا جربته، ممكن أنت أحد اللي يدرون عن هذا الموضوع. جربت إنه والله أنا فقط على البروتين. أنا ما أحكم على شيء إلا بعد ما جربت. قمة الخمول اللي كان يجيك، في خمول صحيح أوكي، يكون عندك فيه يعني يصير في نزول بالوزن، يصير بس في حالة خمول عجيب. فبعدين لقيت ان الذنب مش على والله البروتين اللي انا قاعد اكله، الذنب ان انا اكثر، انا شخص اموت بالمعجنات، ان انا والله اذا طحت بالفطائر والان ادبها وزنك يزيد، معناه الذنب مو على الكربوهيدرات ولا على نظام الكيتو، لا والله الذنب على يدك ووزن رغبتك. لما أجي هل أنا أكل معجنات من جوع؟ لا مش من جوع، رغبة. أنا سيد كذا، أنا أجي رغبتي أبى أخذ فطائر وأدلع نفسي فيها يا طول العمر، ولا أجي للمدام الله يسعدها وأسوي الموضوع الفلاني، فألقى نفسي أنا مستهلك نهم، ثم بعدين أقول يا أخي إيش الأكل الزفت هذا. وهذه المشكلة، أن تحول الطعام من حاجة ضرورية لجسدك إلى رغبة. وقس على ذلك بقية الأشياء اللي يعني احنا تكلمنا عن حاجة تحولت إلى رغبة جدا، وأصبحت أنت أمام خيارات متعددة من الأشكال والأنواع والأصناف والحلويات وإلى آخره. هذا اللي هو الحاجة اللي تحولت إلى رغبة، ما بالك بحاجة مصطنعة غير حقيقية. طبعا لو جيت على موضوع الحياة الصحية ونمط الغذاء الصحي وإلى آخره، أنا ممكن أتفق معك في أجزاء، ولكن أختلف معك في أجزاء كبيرة في هذا الموضوع. صحيح إن في الأخير أنه يتم توجيهك بطريقة معينة إلى أنك أنت توهم بأن والله كل الأكل أنت أكله غلط وإلى آخره، فأنت تحتاج أنك كذلك تدخل في نفس الدائرة. ونعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر. والمهم في الأخير أنك تكون مقاوم الله لهذه الرغبات. وإحنا ترى لو تلاحظ ترى حتى المرة الأولى قاعدين نروح ونرجع، وفي الأخير هو النفس، على النفس، عليك بنفسك. الله أكبر. توزن رغباتك، يا سلام عليك، وتعرف أنت إيش تحتاج وإيش تبغى، وتفهم أنت كذلك إيش غايتك في الحياة، وعليك بالمقاومة أمام هذا التيار الهائل من المغريات لأن الرغبة هي يداك أوكتا وفوق نفخ، فلا تتهم أحد أبدا، لا تتهم أحد أيا كان. ارجع حاسب نفسك، تحتاج، ولكن حتى أنك لا تكون يعني مجحف بحق نفسك دائما. أنت بدك أنك تعرف نعم الحياة إيش قاعد يصير فيها، صح، وتوعي نفسك كذلك. الله. وبعد ذلك ألزم عليك هو نفسك، أحتاج أو ما أحتاج، فقط هذا اللي تحتاجه عشان تكون بعيد عن عبودية الرغبة. اسأل نفسك سؤال، أحتاج أو لا أحتاج، فقط. والمقاومة أنا أعتقد أن المرة هذه ما كان في عناية. لا يا أخي، المشكلة أن متفقين هذه المرة، هذه مشكلة فعلا. طيب بما أننا كنا متفقين وهذا شيء طيب يعني، أيوة، أنا أشوف أنه نغلق هذه النافذة. أيوة، ونستمر في الطريق الآن. الله إلى حديث آخر إن شاء الله يا عزيزي. الحديث لا ينتهي. شكرا لك، الحديث كان ممتع، وأنا راح أطلب قهوة طبعا، ما راح أقاوم رغبتي هالمرة، راح أسأل